كما هو جميل أن يكون أن النحات أن يمثل تمثيلا صادقا لقيمة حقيقية لزعيم كبير، تنظر فيفيض عليك بهاء وجلالا، وهو ينظر إلى البحر بكل اعتزاز وبكل مصرية صميمة. كتبت قصيدة طويلة يعني فلن أقولها كاملة. قلت: واقفا تنشد المستحيل الذي في عيون الحيارى، ترصد الحزن فينا بلون الليالي وبوح الحذارى، فتشوقت أمسا جميلا تحيرت منه، وحار صمت هذه البلاد التي نفضت رقدة وانتظارا. يعني إلى أن قلت: يا زعيما ترجل من صحوة الحلم خاض البحار، أنت كنت تقود جيوش الفدا حنكة واقتدارا، أنت لملمت بالبذل كل الشباب وكل العذارى، أنت وحدت أمتنا مسلمين لرايتهم ونصارى، أنت رتلت قصتنا للوجود فقلها اختصارا، إن شعبا أراد الحياة فكانت بمصر الزهارة. ربما يعني هذا أثر في تأثيرا جميلا. ثم المقاهي الجميلة التي كنت أرتادها مع أصدقائي الأدباء، أستاذنا جابر بسيوني وأصدقائي حسام وهبان وهشام مصطفى، محب الفن ومحب الرسم ومحب الفن التشكيلي، هؤلاء يرتادون هذه المقاهي وهذه الأماكن. تجد بعض يعني مغموري الفنانين الذين يرسمون يعني لوحات بورتريهات كده بسيطة للناس البسطاء الذين يعني يحبون أن يكون لهم بورتريها أو نحو ذلك. هؤلاء الفنانون موجودون في هذه الأماكن. يعني شيء جميل وخلاف. مجرد حتى الناس في هذا المكان، اللي جاي هذا المكان يريد أن يعني يرفع عن عاتقه القلق الأيام وهموم الحياة وغير ذلك، تجد الجميع مبتهج. يعني هذا في حد ذاته يزيدك ابتهاجا ويزيدك سعادة ويزيدك إطلالة جديدة على الحياة. كان وما زال وسيظل هذا المكان في وجداني لأنه مكان رائع يتجلى فيه عبق الماضي وجمال الحاضر وجلال المستقبل. لاحظ حضرتك لم تتحدث عن البحر. ربما لأن البحر في أماكن أخرى قد يكون موجودا وبجمال. يعني انت في هذا المكان بتجد اشياء اخرى ربما هي تأخذك، وربما لان في هذا المكان لا يوجد شاطئ، ولكن من خلال هذا المكان يعني هي لوحة جميلة فيها البحر مع سعد، مع الشوارع، مع المقاهي، مع الفنانين، مع حتى يعني السينماهات. يعني السينما